السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد وروتين جديد واكله ووصفه بسيطه كده ان شاء الله نعملها مع بعض. بنقول كده في الاول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وعايزه اقول لك لو اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك حلو كده من ايدك يشجعني ان انا اكمل. اول حاجه كده بدات الروتين بتاعي بغسيل شويه مواعين كده، شويه كوبايات على شويه اطباق. وهو عايزه اوريكم، انا كنت عامله معاكم الفيديو اللي فات ده الصابون البلدي. عايزه اوريكم الرغوه بتاعته. انا اساس يعني الفيديو كنت رايحه اعمل الوصفه بس، فقلت لا، انا كنت عامل معاكم الغدا يعني. فقلت لا اعمل معاكم الروتين البسيط ده في المطبخ اللي هو شويه غسيل المواعين دولت. عشان اوريكم الرغوه بتاعه الصابون اللي انا كنت عاملاه. انا ما وريتلكوش للمره اللي فاتت لان انا قطعته وحطيته على صينيه وفردته كده زي ما انتوا شفتوا. لو محدش لسه شافه يا ريت ترجعوا له تشوفوه. عشان سبته بقى ينشف، ما استعملتوش بقى الا بعدها بكام يوم يعني. بس انا كنت نزلت الفيديو يعني لان انا لقيت الوصفه الحمد لله نجحت معايا. شوفوا بقى، انا رغيت اهوت اللي حطيت الصابونه بتاعتي دي، قطعه الصابون الصغيره. كنت حطاها معايا كده على الحوض، انا غسلت بيه طبعا قبل كده بس انا قلت المره دي اوريهولكم. شايفين الرغوه عامله ازاي؟ وهحط برضو عليه حته سلكه دلوقتي وهغسل بيه الالومنيا. هتشوفوه معايا والله يا بنات، تحفه تحفه بجد يعني. زي ما انتوا كنتوا شايفين كده ان انا كنت مقطعاه قطع صغيره. فحطيت جبت بقى القطع الصغيره دي اخلص منها الاول. وسبت القطع الكبيره عندي وحطيتها في كيس كده وحطيتها في الضلفه يعني. اهو جبت بقى قطعه من الكبار برضو عشان برضو تشوفوها. انا قلت اجرب معاكم ده واجرب معاكم ده على حته سلكه كده. وهغسل بقى بيه الالومنيا. حتى انا مبطئه اهوت الفيديو المقطع ده علشان خاطر تشوفوه وتشوفوا الرغوه بتاعته قد ايه حلوه. اهو. وهحط برضو الصينيه في الحوض من تحت دلوقتي عشان برضو تشوفوها. لان انا حاسه ان زاويه التصوير ما كانتش جايبه برضو الصينيه قوي. بس عايزه اقول لكم ان هو حلو قوي وبيلمع الالومنيا. ومسكت برضو بالحوض الاستانلس ده غسلته برضو بيه غسله نظيفه. شوفوا رغوته قد ايه حلو قوي 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 بجد. يا ريت يا حبايبي اللي ما شافش بقى الفيديو بتاع الصابون ده يرجع يشوفه وهيعجبكم ان شاء الله. من كوبايتين كده زيت مستعمل، حوشي كده الزيت. وهتعملي بقى جربي كده في كوبايتين زي ما انا جربت. وشوفي الوضع ماشي معاكم ازاي، او شوفوا الرغوه بتاعته عامله ازاي. اهو. حلو قوي وبيلمع الالومنيا، ومش مش عايزه اقول لكم يعني بجد. هو حلو. انا طول عمري بحب اشتري الصابون البلدي للالومنيا مخصوص. بس يا سلام بقى لما تكوني انت عاملاها بايدك، يعني حاجه تانية خالص. بجد والله لما بتكوني عامله الحاجه بايدك برضو بتبقى اوفر واحسن. ويعني تبقى عملتي حاجه كده كويسه في البيت. اهو شفتوا بقى الصينيه بتاعتي لمعت ازاي. اهو غسلت بقى بيه وشوفوا نفس الرغوه هي، ما حطيتش بقى لا صابون تاني ولا عملت حاجه خالص. اهو قدامكم اهو. رغيت بقى الحوض كده. وظبطته وبشطف بقى بالازازه الميه اللي كانت قدامي دي، او طبق صغير او اي حاجه بتمسكي تشطفيه. وبرده امسك بقى بتاع الخلاط بتاع الحوض الاستانلس ده. همسكه برده اغسله وبرده بنفس، شوفوا انا ما حطيتش برده صابون تاني ولا حاجه. على نفس الرغوه اللي كنت بغسل بيها الصينيه. اهو. عشان تشوفوا قد ايه رغوته حلوه جدا وناجح معايا جدا. وانا كنت اول مره اعمله. عايزاك المره الجايه بقى احوش كميه زيت اكبر. ونعمل كميه اكبر باذن الله عشان تبقى عندنا. بس لو عايزه تجربي ارجعي بقى للفيديو وشوفيه في كوبايتين زيت بس. هنيجي بقى للغدا بتاعنا النهارده. انا اللي قدامي ده ده فراخ مفرومه. من اللي هي الفراخ الامهات الكبيره دي، البصله ما كانش عاجبها الحال. عماله بتجري مني. الله المستعان. المهم ان هي الفراخ دي فراخ مش لحمه، هي شكلها احمر بس انا الراجل وهو بيفرمها لي فرم لي معاها نص بنجرايه، البنجر اللي هو بتاع البنجر اللي انتوا عارفينه ده. نص بنجرايه كده فرمها مع لحمه الفراخ. ديت فراخ اللي هي الكبيره دي. خلاها ومسكها لي فرمها لي. وكيستها كيس كده وحطيتها في الفريزر. انا هعملها النهارده كفته. حلوه قوي قوي وهتعجبكم جدا جدا. انا جبت بصلايه وبطاطايه نيه كده. وفرمتهم مع بعض. وجبت معايا كان قرن فلفل احمر برضو. فرمتهم كلهم مع بعض ونزلت بيهم على اللحمه بتاعتي. وحطيت البهارات ملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا وتوم بودره وبصل بودره. وحطيت قرفه وجنزبيل. عايزه اقول لكم بريحه الفراخ دي تحفه تحفه تحفه. بجد والله.
اهو حطيت بقى كده هفرش تحتها بقى، عجنتها عجنه حلوه، وحطيت لها نص كوبايه بقسماط زي ما انتوا شفتوا، وده قرن فلفل احمر، وجبت طماطم وبصل فرشتهم فرشه كده تحت تحت الكفته المشويه بتاعتي دي. انا هشوي الفراخ ديت في الفرن، فهعملها وهعمل منها برضو اقراص زي اقراص الهمبرجر كده، عشان خاطر كانوا عايزين منها سندوتشات يعني بالليل وكده. بس دي بقى ما جبتهاش معاكم يعني، انا يعني عملتها يعني فرطت معايا، عايزه اقول لكم غدا وعشاء في نفس الوقت اهو. ممكن لو ما كانوش اتعشوا بيها والله كنت عملت لهم تاني يوم كيس مكرونه وعملتهم، بس الصراحه يعني هم بالليل طلبوا عشاء يعني سندوتشات، فعملتها لهم وحطيتها لهم في سندوتشات عيش بلدي عادي وبطاطس وحاجات من ديت، وبقوا مبسوطين بيها قوي اهو. ولو ما كانوش اتعشوا منها انا كنت قضيت تاني يوم بيها عادي اهو. عملتها اقراص زي اقراص الهمبرجر، وعملتها صوابع وحطيتها على الفرشه بتاعتنا دي، وحطيتها في قلب الفرن. ولعت الفرن سخن قوي، وحطيتها من تحت شويه، وبعدين رجعت رفعتها على الشوايه من فوق، خدت اللون وطلعت زي ما انت شفتها كده في اول الفيديو، وهتشوفوها برضو في اخر الفيديو. هعمل معاها ايه بقى؟ والله انا احترت يعني، كنت لسه قبلها كنت عامله مكرونه، وكان في عندنا رز بشعريه قبل كده، قلت لا انا هعمل اللي هو الشعريه المفرفره دي، بتبقى حلوه قوي وموفره وبترمي كميه حلوه قوي، وهم احنا عندنا هنا يعني بيحبوها. بمسك بقى الشعريه كده، شويه شعريه حلوين كده، بحمرهم. ده بدل بقى ايه الرز والمكرونه، يعني بدل ما اعمل مكرونه او اعمل رز، انا لا انا حمرت الشعريه دي، كميه شعريه حلو. عايزه تزودي الكميه، انا كنت عملتها معاكم قبل كده في فيديو قبل كده، شعريه عاديه مع شعريه لسان عصفور. ولو عايزه تقلبيها بقى اللي هو رز الطباخين ده، بتحمري لها شويه رز، بتفلفليهم كده وبتحمريهم، وبتحطي الرز على الشعريتين، وبتعقدي لهم عقد العادي بتاع الرز كده، وتقومي مسوياهم في بعض. بترمي معاكي كمية بقى لو عندك عزومة او عندك حاجة، عندك بقى شوية مكسرات كده، استغفر الله العظيم يا رب، طبعا ما عادوش موجودين في اي بيت. فاي شوية ان شاء الله شوية فول سوداني وشوية زبيب، وتحمريهم كده وتحطوهم على الوش في العزومة، هتبقى حلوة وزي الفل اهو. انما المكسرات دلوقتي يعني بجد يعني خراب بيوت، الحمد لله، الله المستعان. فهنحمر بقى الشعريه بتاعتنا حلو كده، ونحط لها برضو كيس من المكعب اللي هو بتاع مرقه الدجاج الفوريه دي. انا كنت حطاها برضو في تتبيله الفراخ، بس نسيت اقول لكم عليها في الاول. كانت حلوه قوي، بس انا بكتب مقادير كل حاجه في صندوق الوصف. لو انا نسيت حاجه مثلا في التسجيل او حاجه، افتحوا بس صندوق الوصف كده هتلاقوني كاتبه فيه كل حاجه يعني. فانا هحمرها بقى كده، انا كنت بوريكم بس مراحل الشعريه، هي كده لسه ما خدتش اللون اللي انا عايزاه، هتنتني احمر فيها كده لغايه ما ايه ما اعملها بس كده. وبعدين هقوم حاطه بقى اللي هو بقول لكم مكعب بتاع كيس المرقه الدجاج الفوريه دي، حطيتها في تتبيله الفراخ، الكفتة الفراخ قصدي، وحطيتها في الشعرية، وبحطها برضو في تتبيلة الفراخ المشوية، في اي تتبيلة عندي بحب بصراحة اللي هي مرقة الدجاج دي، سواء دي او اللي هي المكعبات عادي اللي موجود عندي بحط منه، دي زي دي. بس اللي هي الفورية ديت تحفة، بحس كده ان جواها بهارات كده بتغير من طعم الاكل بصراحة. جربوها كده وان شاء الله تعجبكم اهي. اللي هي دي اللي هي كنور، اللي هي بمرقة الدجاج الفورية، اكياس كده تلاقيها زي البودرة كده، حلوة قوي قوي بجد. هحط له بقى كده، هو لسه محتاج شويه ميه. انا بس كنت بحط له بقى شويه فلفل اسمر، وساعات بحط لها شطه، ولو عندك معلقه صلصه كده ممكن تحطيها برضو، بس انا المره دي عملتها كده عادي يعني من غير لا صلصه ولا حاجه، وكانت زي الفل اهي. هي لسه محتاجة مية هزودها، وبعدين هحطها بقى على الصاجة ايه تتردد كده زي الرز. وجيت بقى الرز بالرز الشعرية اقصد على النار، والكفتة في الفرن. قلت بقى ايه امسك الرخامة ديت اغسلها. الرخامة دي هي اللي عندي بصراحة، ما عنديش، هي اللي بصور لكم عليها، وهي اللي بقطع عليها، وهي اللي بعمل كل حاجة عليها، فبحتاج ان انا كل يوم مرتين والله وثلاثة اصبنها التصبينة دي، لان انا هي الحته يعني هي الرخامه اصلا عليها الميكرويف، والعجان ده مش مكانه. انا صراحه العجان بشيله بحطه في النيش. بس انا كنت عشان كنت عامله وصفه الدونت ومحتاجه ان انا اعمل الوصفه كمان، فسبته قبل ما اوديه يعني. بس انا اصلا بحب الرخامه تبقى فاضيه، يعني انا مستحمله كده الميكرويف بالعافيه، بس مش عارفه احطه فين. انا ما عنديش الا التقفيله ديت اللي عليها الرخامه دي، هي اللي في المطبخ يعني، عشان المطبخ عندي صغير وكده.
برضو قلت امسك برضو اخد بقى معايا كده الايه الميكروويف كده من فوق، وعلب بقى اللي فيها الشاي والسكر والبن. انا البهارات حطاها الناحيه التانية، يعني في ترابيزه كده جنب البوتاجاز وعليها الفرن الكهرباء، حاطه فوقها طقم البهارات والملح والفلفل والكمون والحاجات دي جنب البوتاجاز. انما هنا فوق الميكروويف حاطه بقى اللي هو المشروبات، الشاي والسكر والبن واليانسون والشاي الاخضر بتاعي، كل الحاجات دي. بس كانوا عايزين بس هم نضاف، بس كانوا عايزين بس يتمسحوا. على طول ايدك كده في الحاجه، عمرك ما تحس كده ان انت عايزه تعملي تنظيف عميق للحاجه وتنقعي وتغسلي وكده. ساعات يعني الواحد بتقوم فيه الهوجه كده، يقوم كل ده كله جايب بلاستيكيه ميه كده ونقع كل الحاجات دي فيها. وساعات لما كده طول ما انا ايدي فيها كده خلاص بلاقي الحاجه نضيفه خلاص، بمسك بقى امسحها. انا كنت خدت بس اللي هي العلبه اللي محطوط عليها الشاي والسكر والبن، خدتها غسلتها على الحوض ورجعت، لان حسيت انها من جوه كده مش نظيفه. بس كده. وايدك دايما في حاجتك كده، وتذكري ربنا، صلتوا بقى علينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطوا لي بقى لايك للفيديو، ولو ريت مش مشتركين في القناه، نفسي بقى اخلص الشرط الاول، لو تساعدوني كده ان ربنا يكرمني كده واخلص قبل العيد الكبير. انا طلبتها منكم قبل رمضان وما حصلش نصيب، فانا عايزه بقى تشتركوا لي كده في القناه. دايما بيجيني في احصائيات في الاستوديو اليوتيوب، يعني اللي مشاهدوا القناة عندي اكترهم مش مشتركين، يعني 80% كده مش مشتركين، و20% هم اللي مشتركين اللي بيشاهدوا الفيديوهات. فبالله عليكم يعني حطوا لي بس اشتراك كده في الفيديو عشان نخلص الشروط، الله المستعان. اهو مسحت برضو العجان بتاعي وحطيته على جنب كده لغايه برضو ما اعمل لكم الوصفه اللي جايه باذن الله. وبعد كده اشوف الرخامه بقى بقت قد ايه، بتحس انها مسحومه وصغيره، بس الله المستعان. الحمد لله، بحمد ربنا وبحبها اوي الرخامه بتاعتي دي والله. وده بقى الاكل بتاعي غرفت اهو. الشعرية بتاعتنا المفرفرة دي عايزاكم تجربوها، بتعملوها جنب اي اكل ان شاء الله، لو بيض وبطاطس. والكفتة بتاعتي تحفة تحفة بجد، كفتة الفراخ ديت والله لو جربتوها بالطريقة دي هتعجبكم. ممكن تسيخوها على سياخ الشيش طاووق، والبصل بقى تحت والطماطم استووا كده وكرملوا وخدوا من طعم الشوي كده، حاجة تحفة بجد. بقوا ياخدوا منها يحطوا كده على الشعرية وياكلوا. انا كلتها بعيش، انا كنت صايمة في اليوم ده، فكان جوزي وبنتي اللي كانوا بيتغدوا، فانا كنت صايمة يعني في اليوم ده. ده الفيديو بتاعي يا حبايبي، يا رب يكون ان شاء الله الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.